ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده هنعمل رقاق باللحمه المفرومه بالطريقه المصريه الاصيله بكل تفاصيلها وطعمه ولا اروع. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك واللايك. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه معايا طاسه سخنتها على النار، فيها معلقه سمنه معلقتين زيت، ونزلت كده ببصلايه متوسطه. هنقلب فيها كده على نار هاديه لحد ما تدبل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بفص واحد من الثوم ونقلب بيديها طعم كويس. وهنا هنزل باللحمه ونقلبها كده لحد ما لونها يتغير مع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا هنزل بالبهارات، ملح وفلفل وسبع بهارات وكزبره ناشفه وبابريكا ومكعب مرق بيديها طعم حلو قوي. وهنقلب المكونات كلها مع بعض. وهنا هنزل بالفلفل بتاعي، عندي بس الفلفل الالوان كان في الفريزر، وفلفل رومي وفلفل حراق لو حابين. وهنقلب كله كويس جدا لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنطفي عليها كده، اللحمه استوت معانا. هنجيب الصينيه اللي هنعمل فيها الرقاق بتاعنا، هنديها كده معلقتين من السمنه وندهنها كده بالسمنه كويس جدا من الاحراف ومن كل الجوانب. وهنا عندنا شوربه فراخ، شوربه لحمه المتوفر عندك. وهنجيب الرقاق بتاعنا كده، هنبتدي ان احنا نبل الرقاق من جميع الجهات والشوربه تكون معانا سخنه. وهنبتدي ان احنا نبل الرقاق كده كويس جدا، ما نسيبش فيها حته من غير ما نبلها بالشوربه. وهنحطها في الصينيه اللي احنا دهناها سمنه ونديها كده دهنه بسيطه من السمنه. هنعمل كله بنفس الطريقه، وبين كل واحده وواحده هندهن سمنه برضو. انا هنا بحب صينيه الرقاق تبقى خفيفه شويه، ما بعملهاش يعني باكتر من 3 فوق و3 تحت، ما بكترش عن كده. انا كده عملت اول طبقه، هبتدي ان انا انزل عليها باللحمه وهنفردها كده كلها. وهبتدي ان انا اعمل تاني طبقه بنفس الطريقه، ما بين كل رقاقه ورقاقه هنديها دهنه سمنه. وهنا هعمل الخليط اللي هسقي بيه الرقاق بتاعي. معايا هنا اول حاجه كده بيضايه، هنتبلها بملح وفلفل، رشه بسيطه خالص مش هنكتر. وهنبتدي ان احنا نضرب كده البيضايه الاول عشان ما نحطش عليها اللبن تكتل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا هنزل بكوبايه من اللبن ونضرب برضو الخليط كله كويس جدا مع بعض لحد ما يوصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنحط على الوش كده معلقه من السمنه، وهبتدي ان انا اسقي الرقاق بتاعنا. نكون مسخنين الفرن طبعا على درجه حراره 200، وهندخلها اول ما تاخد لون من تحت هنفتح عليها الشوايه لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده، وهتكون جاهزه معانا. وبس كده، دي كانت وصفتنا النهارده. اتمنى تجربوها وتقولي لي ايه رايكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.